ده نادي سياتل ساندرز الامريكي اللي هيقابل الاهلي في كاس العالم للانديه قاهر المكسيك، ومنهي هيمنتهم على بطوله الكونكاف. نادي لسه جديد ابن امبارح يعني، اتأسس عام 2007 يعني عمره 16 سنه بس. لكاس العالم للانديه فوزوا على بوماس المكسيكي حامل اللقب لمده 3 مواسم متتاليه، يعني راح كاس العالم للانديه بعد ما تغلب على خصم عنيف وشرس جدا جدا جدا. وده راؤول دياز الشبح بتاع الفرقه وقائد هجومه، العقل اللي ممشي الفريق. هو عجوز 32 سنه بس نينجا. لعب الموسم ده مع الفريق 24 مباراه، سجل 11 هدف وعمل 4 اسيست. اما ده ستيفن فري حارس مرمى الفريق، تاني اعمدته جون اخطبوط بمعنى الكلمه، لو شافوا مرتضى هيقول عليه مخاوي. سرعه رد فعل رهيبه، شايل الفريق بمعنى الكلمه، وواحد من اهم اسباب الفوز ببطوله الكونكاف. فريق قوي ومنظم، لياقته بدنيه حدث ولا حرج، كواليتي عالي من اللعيبه، مدرب فاهم، انضباط تكتيكي داخل الملعب. النادي الاهلي قادر على ايقافه والفوز عليه، لكنها مباراه صعبه جدا جدا ولازم الاهلي يطلع افضل ما عنده.